بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن تقطيع مفصل الفك وقلنا انها بتحصل بسبب ان الغضروف بيكون متحرك من مكانه، يا اما بسبب ان الاربطه اللي بتثبت الغضروف بيحصل لها زي استطاله او ارتخاء فمش بتثبته في مكانه بالشكل المطلوب، او ان العضلات اللي بتثبت الغضروف بيحصل لها سبازم او تنشن فتحرك الغضروف من مكانه ويحصل زي درجه من درجات الانزلاق الغضروفي فتظهر عندنا الطقطقه. وقلنا ان في بعض العادات اللي لازم نتجنبها عشان نتغلب على المشكله دي بشكل كبير. اما لو في شخص ظهرت عنده الطقطقه فيا ترى العلاج؟ انا النهارده جاي اكلمك على علاج مشكله الطقطقه، واقول لك ان اطباء الاسنان بيقسموه لو ان الطقطقه دي بيصاحبها الم او لا يصاحبها الم. في حاله ان مفيش الم مع الطقطقه وقتها العلاج بيكون اسهل، وبمجرد خطوات بسيطه بتقدر انك تعملها هتقدر تتغلب على المشكله دي بشكل كبير. اول حاجه لازم ننبه على الشخص ان هو يتجنب ان هو يعمل الطقطقه بنفسه، لان في اشخاص كتيره بعد ما يسمع صوت الطقطقه فبيحاول هو يكرره مع نفسه من غير سبب، ودي حاجه للاسف بتنهك مفصل الفك بشكل كبير. تاني حاجه لازم ننبه عليه ان هو يتجنب الضغط على مفصل الفك، يا اما بالابتعاد عن العادات الخاطئه زي اكل العلكه او اللبان بشكل يومي، او اكل المكسرات او الحاجات الناشفه بشكل دوري، او ان احنا ننبه عليه ان هو ما يضغطش على الفك اثناء القياده، او ان هو يمسك حاجه زي ان هو يمسك الموبايل ويركن على كتفه. كذلك لازم ننبه عليه ان هو ما يزعقش او يعلي صوته، لان ده بيتطلب ان هو يفتح فمه بشكل كبير فده بيضغط على المفصل. كل دي خطوات لازم يتجنبها عشان نقلل الطقطقه اللي ظهرت معاه. بالاضافه ان احنا لازم نذكره ان هو لازم يقوم بعمل استخدام الكمادات الدافيه مع عمل المساج للعضلات عشان نقلل التنشن اللي حاصل للعضلات. كل دي خطوات لازم ننبه ونأكد عليه ان هو يعملها بالشكل المطلوب عشان نقلل حدوث الطقطقه. بالاضافه ان هو لو عنده اصلا مشكله في اسنانه زي الصرير الليلي او عنده سوء اطباق لازم يصححه عن طريق التقويم، او لو عنده اسنان كتيره مفقوده خصوصا في الضروس ومعوضهاش لفتره طويله، او حتى لو عوضها بعمل تركيبه جديده واثناء ما الطبيب بياخد او بيعمل ريكورد للعضه بين الفكين ما اتخذتش بالشكل الصحيح، وقتها التركيبه دي هتعمل له امبالانس في الاوكلوجن ومش هيقدر يعض بالشكل الصحيح. وقتها لازم يرجع لطبيبه عشان يعدل التركيبه ويصححها عشان نقدر نوصل للعضه بالشكل الصحيح عشان نقلل فرصه حدوث الطقطقه. كل الخطوات اللي احنا قلناها دي في حاله ان الطقطقه لا يصاحبها الم. اما لو الطقطقه ظهر معاها الم وقتها لازم يروح لطبيب الاسنان عشان ياخد له مقاس لاسنانه، ويفضل يكون من اخصائي التركيبات والتعويضات المتحركه عشان نعمل له جهاز اسمه ستابلايزيشن سبلنت، والجهاز ده بنستخدمه لمده 3 شهور عشان نتغلب على الالم الحاصل عنده. هو ان شاء الله بيبدا يتحسن من الالم من اول شهر، بس لازم يستمر لمده 3 شهور في استخدام الجهاز عشان نقدر نثبت النتيجه ونقدر نستمر على افضل نتيجه وصلنا لها. بالاضافه ان احنا لازم نوجهه ليعمل جلسات العلاج الطبيعي عند اخصائي العلاج الطبيعي ويعمل التمارين الموصى بها، لان ده بيحسن كتير من وضع الطقطقه ويقللها بشكل كبير، وكذلك بيتغلب على الالم الحاصل عنده. اما لا قدر الله لسه الالم مستمر معاه وقتها بنوجهه ان هو يروح لاخصائي جراحه الوجه والفكين لعمل حقن لمفصل الفك، وده عن طريق ماده معينه بتتحقن في المفصل بتقلل الالتهابات الحاصله عنده. اما لو استمر الالم حتى بعد الحقن وقتها للاسف بنضطر ان احنا ندخله لعمل عمليه جراحيه في مفصل الفك، واحنا دايما بنخلي العمليه الجراحيه هي اخر خيار تماما عشان ندي فرصه كامله للمفصل ان هو يرجع لطبيعته بدون اجراء الجراحه. وكل الخطوات اللي احنا قلناها دي هي مش خطوات ثابته بنعملها لكل المرضى، وانما هي بتختلف على حسب التشخيص الصحيح والدقيق اللي الدكتور بيحدده، وكذلك بيحدد لك ويختار لك العلاج المناسب لحالتك اللي بتتحسن عليه بنسبه كبيره ان شاء الله.